ازيكم؟ في يا جماعة فكرة كده دايما افكر فيها، يعني مين الشخصية المؤثرة او الشخصية اللي اقنعت الشعب المصري كله بفكرة المحشي؟ مين الشخصية دي؟ المفروض على فكرة تتكرم كل سنة، لان المحشي خطواته كتير وصعب، وبرغم ذلك يعني نقول مش هنعمله تاني ونرجع نعمله تاني من الاول وجديد، وبنحبه نعمله في اي وقت وفي اي مكان وفي كل المناسبات. المفروض الشخصية دي تتكرم يا جماعة والله. بصوا، هقول لكم بقى المحشي على طريقتي. يعني اول حاجه هنجيب كرنبايه، ويكون طبعا الكرنب كده الورق بتاعه يكون فريش، ما يكونش دبلان. وهنقطع الجزء اللي هو اللي فوق، اللي هي الراس بتاعت الكرنبايه ديت، هنشيلها خالص، لان هي ديت اللي ماسكه الورق كله. فمجرد لما نشيلها الورق كله هينفصل كده عن بعضه، وهنعرف نشيل يعني ورقه ورقه بسهوله. تمام. بعد بقى ما نعمل الخطوه ديت، هنحضر حلة كبيرة يكون فيها مية مغلية، ونضيف فيها معلقة كمون، وننزل بقى بتلات اربع خمس ورقات على حسب طبعا حجم الحلة، يعني هتاخد قد ايه. بس انتوا مجرد لما تحطوا ورق الكرنب وتضغطوا عليه كده اهوت، خلاص السخونية بتخلي الورق يلين، وبتخليه هو يطبق بسهولة. هنسيبه 40 ثانية بالظبط، ما نكترش عن كده، يعني ما ينسيبوش اكتر من 40 ثانية، لان لسه السخونية بعد ما نحطه في المصفى السخونية تبدأ تسوي فيه شوية، فاحنا مش عايزينه يكون مهري، لا احنا عايزينه يكون كده ماسك نفسه، عشان نعرف نقطعه ونعرف كمان نحشيه. بعد بقى ما عملت الكمية كلها وصفتها، هنجيب ورقة ورقة وهنعين منها العروش اللي هي الموجودة ديت، هنطبقها زي ما انتوا شايفين. هنعملها رول، ونقطع بقى بالسكينة مثلا على 3 أو 4 قطع على حسب انتوا عايزين حجم المحشي قد ايه. انا بحبه صغير، فقطعت الرول على 4. ونمسك بقى رول نقطعه مثلا 3 4 قطع، يعني احنا عايزين يكون حجم الورقة زي ما انتوا كده شايفين، انا بحبه حجمه صغير يعني. هنشوف بقى هنعمل ازاي التجزيعة العظيمة ديت. هنجيب كده بصل ونقطعه قطع صغيرة، 4 5 بصلات على حسب الكمية اللي انتوا عاملينها. عايزين بس البصل يدبل، طبعا شوية زيت كده حلوين. وطماطم تكون فريش، مش عايزين صلصة في وصفة المحشي، لان الصلصة احنا عايزين كده تستوي مع البصل، والاتنين كده ياخدوا طعم بعض. بعد بقى ما تخش في التسبيكة شوية، بحب اضيف البهارات لما تستبك. ضفت ملح وفلفل اسود وبهارات وكمون وشوية نعناع ناشف. النعناع يا جماعة ما ينفعش نستغنى عنه في وصفة المحاشي، بيبقى خطير. وزي ما قلنا بنحب نحط البهارات في الاخر، علشان انا كده بفرك النعناع علشان لون التسبيكة ما يغمقش، فاحنا نحط البهارات في الاخر. تمام. بصوا بقى لونها كده احمر، ولونها خطير بجد يعني. بحب بقى كده اشيل شويه من معلقتين 3، عشان مثلا لو الورق احتاج رز تاني، احتاج تغذيه تاني، او اضيف شويه رز على التغذيه واكمل الحشو بتاعه، مفيش حاجه توقفني يعني. وطبعا بقى الخضره هنغسلها قبل ما نقطعها، هنغسلها ونصفيها كويس، بعد كده نقطعها ونحطها اخر حاجه، يعني ما نحطهاش في التغذيه مع الاول ونفضل نسوي فيها، لا هتدينا نتيجه مش حلوه، وطعم المحشي مش هيكون مظبوط يعني. عشان نحافظ كده على الورق يكون فريش ونحس كده بطعمه في المحشي، فنحط الخضره في الاخر خالص، يعني اخر حاجه نحطها بعد الرز كمان الخضره، نقلبها بقى تقلبتين، وطبعا نطفي النار، وتمام كده جهزت معانا بقى على الحشو. يلا بينا بقى كده نروح نحشي المحشي. الورق بقى اللي احنا قطعناه، هنجيب بقى شوية رز صغيرين، ونضغط كده على الصباع زي ما انتوا شايفين. عايزين الصباع بالحجم دوت، يعني ما نكبرش عن كده، عشان يكون كده شكله لذيذ وشكله كيوت يعني، ويبقى طعمه حلو يعني. الحلة بقى هنجيب العروش اللي احنا قطعناها من الورق، وهنحطها من تحت، والورقة الخضرة ديت سلقتها نص سلقة كده، وحطيتها من تحت خالص، علشان نضمن ان المحشي مش هيلزق في الحلة من تحت. تمام. هحشي بقى معاكم كده صباعين كمان شويه رز صغيرين، ونحاول الرز ما نخرجهوش من بره الورقه، عشان لما نيجي نرصصه في الحله ما يبقاش منطور كده في كل حته، والرز كده يبقى شكله مش لطيف يعني. بصي، طول ما انا بعمل بمسح الصباع من بره، وبمسح ايدي علشان الدنيا تبقى شكلها حلو يعني كده ومرتب. تمام. نضغط بقى يعني، واحنا بنحشي كده نحاول ان احنا نضغط الصباع عشان يكون كده ماسك نفسه وما يفكش مننا في الحله. بس كده، بص طريقته مفيهاش اي حاجه خالص. تمام كده اهوت. هنحطه بقى على النار، هنجيب بقى شوربه لحمه، شوربه بط، شوربه فراخ، ما عندناش ممكن كوبايه ميه وعليها مكعب ماجي وشويه ملح كده وفلفل اسود شويه بابريكا، يا سلام بقى. وهنحط كميه واحده بس، ما نكترش يا جماعه الميه في المحشي، عشان هو كمان بيموت
هنغطيه بقى كده يكمل سواه على نار هاديه جدا جدا لحد ما يشرب الميه. سلام بقى على الوصفه الفظيعه ديت، مش قادره اقول لكم كان قد ايه طعمه حلو، قد ايه بجد خطير. ويتاكل بقى كمان يا جماعه وهو سخن كده يعني. بص انا عماله اكل وكل اللي واقفين حواليا عمالين يقولوا يلا يلا خلصي احنا عايزين ناكل. هتسمعوا دلوقتي صوتهم.